ألم الذبحة الصدرية الأنجينا أحيانا بيشبه ألم الحموضة لدرجة إنك ممكن تتلخبط ما بينهم. علشان كده في الفيديو ده إن شاء الله هنفرق ما بينهم صح، وخلي ربنا يسترها وما يحصلناش مشاكل. خلينا نعرف إن الذبحة الصدرية عرض وليس مرض ناتج عن قصور أو خلل في الشريان التاجي اللي بيغذي القلب بالدم. الخلل الوظيفي ده ليه أسباب كتير جدا، منها حاجة اسمها الأثيروسكليروزس، تصلب الشرايين، وده بيحصل نتيجة تراكم جزيئات الكوليسترول الضار LDL على بطانة الشريان، وبعد كده يلتف حوالين خلايا مناعية مسببة للالتهابات بتكون حاجة اسمها البلاكس أو زي تكتلات كده. التكتلات دي غير إن هي ممكن تنفجر وتسد الشريان، إلا إنها بتعيق حركة وصول الدم إلى عضلة القلب، فبالتالي بتقل تغذية القلب بالدم. علو الكوليسترول الضار ملوش علاقة إن الشخص يكون تخين أو رفيع، بس طبعا ده ما يمنعش إن لو وزنك زيادة تحافظ على صحتك وتنزل في الوزن. أسباب أخرى ممكن تعمل خلل في الشريان التاجي هو إنه ممكن يحصل له إسبازم، تشنج بشكل مفاجئ، وده في الغالب بسببه التدخين أو شرب المواد المخدرة أو الضغط النفسي والتوتر أو التعرض لجو بارد قاسي حبتين. فخلي بالك بقى لو أنت مدخن ممكن تعرض نفسك لكارثة صحية. أنا عارف إن التوتر والقلق بيكون غصب عنه لوحده، ولكن برضه ممكن يدخلوه في كارثة صحية. من ضمن الأسباب حاجة اسمها الإمبوليزم، قطعة دم متجلطة ممكن تسد الشريان، أو إن الشريان يحصل فيه التهابات بسبب أمراض مناعية مثلا، أو يحصل ضغط خارجي على الشريان external compression بسبب الأورام، أو إن الغشاء المحيط بالقلب بيحصل له التهابات. أحيانا كمان ممكن يحصل اختلال ما بين العرض والطلب، ما بين الدم اللي واصل والدم اللي المفروض يوصل، وده في الغالب سببه بذل مجهود بشكل مفاجئ عنيف أو التعرض لضغط نفسي. لذلك بقى خلي بالك إنك وأنت بتبذل مجهود حاول إنك تسخن الأول، بلاش تخش فجأة. كل العوامل اللي احنا ذكرناها مع بعض دي بتظهر عليك في شكل تقل شديد على صدرك وانقباض وألم وضغط، بتحس كده ان في حجر واقف على صدرك، بيكون منتشر في الصدر كله ما بتقدرش انك تحدده، بيسمع معاك ألم كمان في الفك السفلي، وبينتشر للكتف الشمال والدراع الشمال، وممكن يسمع في ظهرك. احيانا بتكون في اعراض مصاحبه، غثيان، احساس ترجيع وضيق نفس، كمان دوخه، وبتحس بهمدان شديد. عادة بيستمر الألم من 2 ل 10 دقايق وبيختفي مع الراحة، ولكن لازم ترجع للطبيب يعمل لك شوية فحوصات وتطمن على نفسك، رسم قلب، انزيمات قلب، رسم قلب بمجهود، أشعة وغيره كمان من التحاليل علشان تطمن على صحتك. أما بالنسبة بقى لحموضة المعدة والألم اللي أنت بتحس بيه أسفل الصدر وبداية البطن، المنطقة دي أحيانا بيتقال عليها فم المعدة. فم المعدة يعني بداية معدتك، بتحس بحرقان وألم، أحيانا الحرقان ده بيسمع في الفم في صورة طعم مر أو حموضة. ليها اسباب كتير جدا، ممكن تكون جرثومه، او عندك مشكله في الصمام الفاصل ما بين المريء والمعده، يعني مثلا حضرتك اكلت اكله دسمه فيها زيوت، اكل حراق، الكلام ده كله ممكن ياثر على الصمام الفاصل ما بين المعده والمريء، فبيعمل لك ارتجاع مريء، فبتحس بالحرقان وممكن يسمع في الفم بحموضه او طعم مر. الم الحموضه بتقدر انك تحدده وتشاور عليه